السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله. اليوم ان شاء الله بغيت نوجد معكم الحسوه بالطريقه باش كنديرها انا في وقت البرد وبالاعشاب، وكنتمنى الطريقه تعجبكم. وكنحتاج في المقادير عندي الدقيق ديال الشعير، الشعير ديال البلدي، ماشي بحال هذا اللي كيتباع في السوق. وعندي في الاعشاب عندي حب الرشاد، عندي حلبة، عندي النافع، وعندي الزعتر، وعندي الكمون، وشويه د الملحه على حسب كل واحد. وهذه طريقه زوينه كنصيبوا لوليداتي كيفطروا به مع الصباح. راه بنتي معايا نيت في الكوزينه مع الصباح. كناخذ كاسرونه، كندير فيها الماء وكنلوح فيها هاد الاعشاب ونخوي عليهم الدقيق حتى هو، وكنخلط هذا الاعشاب مع الدقيق مزيان وكنخليه كنخلط هاد الاعشاب مع الدقيق مع الماء، كنخليه واحد 5 دقائق، حيت انا كنوض بكري، كنوض في 6 كنوض. كنخلطو بحال هكا حتى كيتخلط مزيان، وكنخليه واحد شويه باش دوك الاعشاب يطلقوا على خاطرهم. على ودي تعطيو المفعول ديالهم، حيت دابا كاين البرد الحمد لله، الله يرحمنا يا ربي بالشتا. المهم فاش كيطلق كنديرو فوق الفرن وكنجليه بشويه وكنحركو باش ما يتلصقش ليا في الكاسرون، حيت هذا احسن من الحليب بارد ومن كل شيء، بالخصوص ديال الشعير راه احسن من ديال السميده واحسن من ديال الشوفان. راه ديال الشعير راه زوين بالنسبه للوليدات الصغار، راه مزيان ليهم على ود فقر الدم، سميتو راه فقر الدم راه كثير بزاف، حيت اصلا شنو اللي كيجيب لهم فقر الدم؟ كثرة السقطه وكثرة الخوالخويم، الماكله الزوينه راه ما كياكلوهاش. وكنخليه اللي بغى يدير ليه الماء يزيد ليه باقي الماء، واللي ما بغاش. هذه هي الطريقه ديال الحسوه اللي كندير بالاعشاب، وكنتمنى تعجبكم. بنتي كتقول لكم مرحبا بكم وبصحه والراحه. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وكنتمنى تفاعلوا مع الفيديو. شكرا.